هاي جايز، اهلا بيكم في حلقه جديده مع جاي شرف. هاي مخرج نعيم. هاي جاي. النهارده حلقه جديده في سلسله اول كل حاجه. تفتكروا هشتغل فين؟ انا هقول لكم كده سو اكسايتد. انا هشتغل النهارده في الدراي كلين، بس بصراحه انا مرعوبه ان انا احرق الهدوم وانا بغسلها، وهي اصلا الدنيا حر جدا. حرام يا عم الحاج، حرام. او ان انا يعني ابوظ الهدوم، يعني اوسخها بدل ما انضفها، او ممكن امنح الهدوم على بعض. شوف هيحصل ايه. بس قبل ما نبدا الحلقه متنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وفولو على الانستجرام. يلا بينا. دلوقتي هنتعرف على صاحب ماجيك دراي كلين. اسم حضرتك ايه؟ وحيد سعيد. اهلا بيك. وقولي بقى لك قد ايه بقى؟ بقالي 15 سنة. ما شاء الله. دي ورثتها ولا اتعلمتها؟ اتعلمتها. طب هتعلمني النهارده؟ ان شاء الله. قولي بقى ايه الحاجات اللي عندك؟ عندنا غسيل الهدوم والمكوى وغسيل السجاد والبطاطين وترابيزات بلياردو وبنج. جميع كل انواع البيوت والحاجات اللي في البيت. سهولة عندنا في الرسم ان شاء الله. طيب انا عايزه اتعلم، انا متحمسه جدا. هنبدأ دلوقتي ان شاء الله، بعد كده في الغسيل، وبعد كده نعلمك ازاي تكوي كل حاجة اللي انت عايزاها. يلا بينا تعالوا. هنبدا دلوقتي بالمغسله ونبدا نغسل شويه هدوم، بس برضه عايزه اعرفكم على حد مهم جدا. اسمك ايه؟ قولي سعيد. بالك قد ايه هنا؟ انت كمان 15 سنه؟ يعني ده انت مش وانت مولود بتشتغل هنا؟ والله برافو. هتعلمني بقى ولا ايه؟ هتعلمني؟ طيب يلا بينا. قولي بقى، احنا نحط الهدوم جوه هنا. احنا هنحط المية الأول والمسحوق، ونحط مزيل على البقعة، أي بقعة نفركها، وبعدين نحطها في المية 10 دقايق ربع ساعة، وبعدين نحطها في العصارة عندنا هنا، وبعد كده نطلعها تنشف عادي خالص. هو دلوقتي في حاجه دلوقتي جوه؟ في الهدوم جوه اهيت. جوه؟ ماشي. نطلعها اهي هنا، نحطها في العصارة هنا اهو. شطفة كويسة. افتح سيد الحبيب، تبدأ نشطف كويس من هنا. خليني اجرب. يعني طلع منها الصابون كله؟ الصابون ما بيطلعش. لا بيطلع الصابون. احنا دلوقتي حطينا الهدوم وكنا حاطين عليها الصابون وكان في ميه. نسيبها مثلا 10 دقايق ربع ساعه، وبعدين حطيناها في الحته الثانيه دي او بنشطف منها الصابون. انا اصلا ايدي بتبوظ من الصابون. الغسيل كسر ايديا والشفيف حلو في عينيا. وبعدين نحطها في المكنه دي، هي هتعصر بقى لوحدها. الهدوم دلوقتي خلصت من العصاره، وسعيد هيقول لي ايه الخطوه اللي جايه. قول لي يا سعيد. طلع الهدوم نشمعها علقها عليها بقى كده عليها بس، وبعدين نحط على تمام كده. بعدين نمسك العصاية نعلقها كده هنا مش هتقع. شكرا. ايوه تمام. دلوقتي غسلنا وعصرنا ونفشرنا. تعالوا نروح ناكل. انا هعلمك ازاي تكوي القميص ده، وهعلمك ازاي البخار بيطلع، وكل حاجة بتطلع ازاي. ناكل ليها من حاجة كده. البخار ده بيطلع. ايوه طلع من البخار ده بيطلع في المكنة من جوه من تحت. في هنا زي عملية سخان، سخن المية والبخار بيطلع منها كلها. هنا بخار، ده خرطوم للكهرباء وخرطوم للمية، غير ما كنت البيت خالص. ايوه ما حسيتش ان هي غير ما كنت بتقول. انا حاسه دي يعني هتلسع في ثانيه. لا مفيش تسعير. كمان الكومبا الثاني اهوت. انت ما شاء الله بتشتغل بسرعه قوي. ما دي خلاص اتعودنا على كده، احنا اتعودنا على المكوى بسرعة. وفي كمان معلمك دي الأول، وبعد كده أعلمك ازاي تطلعي البطاطية وتشويها. كده هو تكونها من كمين. ادي الصدر اهوت. خلاص ده صعب قوي والدنيا اصلا حر. عايز يتعلق نعلقوه، عايز يتطبق حسب قلم عايزاك الزبون. تعلمني اطبق ازاي. ونعلمك تطبقها تقوليها ازاي. وكده كويها خلصناها خالص اهوت. انا عايزه اكل. ايوه هخليك تكويه، بس هطبقهولك الاول قدام منك، طيب وبعد كده هعلمك ازاي تطلعيه وتكويه الاول تاني. وكده كونها خلصناها اهوت. نطبق القميص.
كده القميص اصبح خالص. واحنا صغيرين فعلا كانوا بيعلمونا ان احنا نطبق كده فعلا. عرفت دلوقتي عرفوا منين. قصدي القسط وحيد علمني ازاي اكوي، وانا هحاول. انا مرعوبه طبعا ان انا انسى نفسي او احرق القميص، بس هو سايب معايا القسط الصغير يراقبني ويتاكد ان انا هعمل كل حاجه صح. تمام؟ اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. انت بتعمل اصوات؟ لا تصدق. زي بقى كده تحت عادي، بس في البيت دي بتحرق عادي يعني. ايوه بعدين بس خلي بالك بقى صوابعك. ماشي؟ اتك على الزرار الاحمر ده. ايوه ما انا دايسه اهو، دايسه اتك جامد. دايسه. بتعمل صوت. انا رقيقه. ساعد. ماشي. بعدين نحط بقى. سيبه. لا نسيب ده كده. ايوه هنحط بقى تاخد التاني. احنا عملنا التاني. انت بتسوي كده نفس الكوب. هتوالك صوابع. سعيد قال لي على كده في شفاط تحت هنا عشان يبرد المكوى شويه، عشان انا بقول الهدوم اكيد مولعه نار احنا هنتحرق. شاطر. بجد؟ ما بتحرقش يا جماعه، المكوى ما بتحرقش. ايوه والله يعني دي انا عارفاها، دي نمشي على الخط انا عارفه. كذا مره علي جوه كذا مره. خلاص دلوقتي بقى هنطبق صح؟ بحاول انا. مع اول قميصه فيه من غير ما احرقه كمان. خلصنا الهدوم، تعالوا بقى نروح على السجاجيد. احنا هنا بقى بنعمل السجاد برضو كمان. نجيب السجاده كلها هنا كده في الارضيه. اوكي. نحط عليها شويه صابون كلور وشامبو سجاد. وعندي المكنه هنا اهي، الفرشه بتاعتها موجوده اهي كمان. الفرشه دي الفرشه بتاعت اللي جايه السجاد بتاعت المكنه. تمسك السجاده زي ديت تحطوها على الارضيه كلها ونفركها فركه كويسه يعني. بعد كده نشطفها كويس من الميه ونوقفها ساعتين ثلاثه ونشغل السندات اللي انتوا صورتوها بره هنا. خلاص عايز وريني. امسك الفرشه. يطلع ايه؟ الوبر. يطلع الوبر اللي فيها. بصوا كده الوبر اللي بيطلع فيها. شكيت. مفيش وبر فيا انا. بس كده بقعد اعمل كده. ودي بعمل بيها ايه؟ احضرها. الله بقى ريحتها حلوه قوي. ايه بقى التنظيف الجاف يعني ايه؟ ده دراي كلين، عباره عن ماده زي بنزين الطيران او بنزين السلك كده بيغسل بيه القماش كله غير الميه خالص. ده اسمه غسيل جاف. دلوقتي هنروح لغسيل البطاطين واللحاف. نحط دي في الغساله الاوتوماتيك. كده الغساله بدات تغسل معاكي، وبعد ربع ساعه بنصفي الميه اوتوماتيك لوحدها، هتبدا تعصر تطلعه ناشف خالص ما فيهوش اي ميه خالص. وبكده نبقى وصلنا لنهايه الحلقه. يا رب تكون عجبتكم. عايزه اشكر استاذ وحيد وسعيد طبعا. هي شغلنا في الصيف انا شايفه هي فيها غسيل فممكن يبقى مش حر قوي ويبقى حلو الميه وكده وفرفشه، بس في نفس الوقت المكوى صعبه جدا. بس في الشتاء هتبقى حلوه قوي. انا عارفه ان انا دي شبيهه لكومنتس انا قلتها في شغلانات ثانيه، بس هي نافعه في كل الشغلانات. بس انا كياسمين الصابون بيتعب ايدي فمش هنفع في الشغلانه دي خالص. بس استمتعت ان انا جربت حاجه جديده. مش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. باي سعيد. قول لهم باي. يا جماعه عايزه اقول لكم على سر هم ما يعرفوش الكلام ده. انا اكفي جوه الغساله دي.